ريال مدريد يحقق دوري أبطال أوروبا للمرة الخامسة عشر بسيناريو الكل متعود عليه. قبل المباراة الكل متعود انه ريال مدريد سينتصر، كان بأداء سيء ولا كان بأداء جيد. دورتموند قدم كل شيء لكن لم يستطع الانتصار على ملك البطولة بالفاينل. هذا كله رح نعرفه ان شاء الله بفيديو اليوم، وايضا رح نعرف ونسرب اخبار ان شاء الله انتقال امبابي الى ريال مدريد. لكن قبل ذلك انزل تحت، اشترك بالقناه لتنضم لعائله الكباتن العظماء، فعل زر الجرس عشان يصلك اشعار كل فيديو جديد، واضغط زر اللايك عشان تشير هذا الفيديو لاكبر عدد المشاهدين ونزيد عائله الكباتن العظماء. وتعال معنا بفيديو اسطوري مزلزل للملكي. اذا انتهى الموسم الكروي، موسم 2023 2024، واخر مباراه كانت مباراة النهائي الشامبيونز ليج، ريال مدريد بوروسيا دورتموند. اللقاء اللي قبل ما يلعب الكل متوقع منطقيا ريال مدريد يتوج باللقب الخامس عشر، مو لانه القوة الفنية لريال مدريد اقوى من بوروسيا دورتموند، لا، الشيء الاساسي اللي خلى الكل يتوقع انه ريال مدريد هو البطل هو اسم ريال مدريد الثقيل في اوروبا، هي واحد، واثنين انه ريال مدريد لا يخسر النهائيات ابدا، خصوصا اذا كان النهائي دوري ابطال اوروبا. نعم، ففي اخر 8 نهائيات لريال مدريد في دوري ابطال اوروبا فاز فيهم كلهم، لم يخسر ولا نهائي. اخر 8 نسخ وصل فيها ريال مدريد النهائي لم يخسر ابدا، توج فيهم الثمانية. ريال مدريد يحقق رقم قياسي، وصراحة انقذوا اوروبا من احتلال ريال مدريد. يا ناس يا عالم اسمونا يا رجل 15 لقب، انت تبتعد عن المركز الثاني بالضعف وايضا بطولة زيادة. المركز الثاني هو ميلان ب7 ألقاب، انت ب15 لقب، فارق كبير جدا. في صفحة على انستغرام نزلت مين الاكثر الفرق تتويجا بدوري ابطال اوروبا، كان المركز الاول ريال مدريد 15 لقب، المركز الثاني ميلان، وايضا كارلو انشيلوتي ب7 ألقاب. كارلو انشيلوتي بتحقيقه 5 ألقاب مع الأندية، لقبين مع ميلان، 3 مع الريال، وأيضا لقبين حققهم كلاعب. وبالتالي تخيل مدرب ريال مدريد صار يقارن بثاني أكثر من حقق دوري أبطال أوروبا. طيب انسى مين المركز الثالث؟ ليفربول، بايرن، وأيضا ناتشو، كارفاخال، ومودريتش، وكروس، عندهم 6 ألقاب. تخيل صار ينافسوا أندية، يا رجل لعيبة ريال مدريد صارت تنافس أندية. انسى ريال مدريد، خلص ريال مدريد طلع من الحسبة. لعيبة ريال مدريد تحقيقهم للبطولات وامتلاكهم دوري ابطال اوروبا صار ينافسوا انديه عالميه واسمها ثقيل ووازن في اوروبا. طيب شيلنا من السونيفاي كلها وتعال خلينا نشوف شو صار في المباراه بروسيا دورتموند ريال مدريد. وخلينا نركز اولا على الشوط الاول، الشوط اللي صراحه فاجأنا فيه بروسيا دورتموند، الشوط اللي بروسيا دورتموند حاول يحكي لنا انه انا الالمان عندي كبرياء، حتى لو كنت فنيا أنا أقل من الخصم، حتى لو كنت عناصريا أقل من الخصم، حتى لو كنت إلى آخره، لكن أنا ألماني عندي كبرياء، لا أقبل الهزيمة أبدا أبدا. ما راح أرجع أصف دفاع وانتظر وأطلع وأتفرج على ريال مدريد كيف بيسجل فيه الأهداف وكيف بيتوج فيه الخامس عشر. بدي فوز، هو أقوى مني أوكي، لكن أنا لن أقبل ما راح أقبل هذا الإشي هيك بالمستريح، لا، راح أقدم كل شيء، راح أبذل الغالي والنفيس والباقي بالتوفيق. هذا كبرياء الألمان. هذا الشيء حضر بالشوط الأول. بروسيا دورتموند حاول، سدد، شكل خطورة كبيرة جدا بالنسبة لريال مدريد، لكن ما قدر ينهي هاي الفرص في الشباك. دائما في قانون في كرة القدم، اللي يضيع يقبل. هذا القانون دائما يتجلى في مباراة ريال مدريد ضد أي خصم في العالم. ريال مدريد لما تلعب ضد مباراة دائما قبل ما تدخل على المباراة اللي راح تلعبها ضد ريال مدريد، دائما تذكر قانون اللي بيضيع بيقبل، لأنه في المباراة في أي مباراة ضد ريال مدريد هذا القانون سوف يتحقق، راح يتحقق. مستحيل إذا بتضيع ضد ريال مدريد ما راح يسكت، راح يسجل في مرماك. ريال مدريد قد ما كان سيء راح يرجع ويسجل. ريال مدريد أداؤه في المباريات خصوصا النهائيات أو تحديدا في دوري أبطال أوروبا زي المركبات ذات محركات الديزل، أول شيء بتكون إيش؟ باردة، بعدين بدها شوية وقت، لكن بعد وقت لما يحمل المحرك ويشتغل خلاص سلامة سلمك، ما في حدا بيقدر يجيبه هذا ريال مدريد.
لنكون صريحين. الشوط الأول صح أنه بعض الفرص كانت تحت راية التسلل خلينا نقول، لكن أنه حاول يخترق خط الدفاع مرة ومرتين وثلاث. في فرصة لكريم أديمي اللي طلع من كارفاخال بطريقة رائعة جدا ووصل للحارس كورتوا في مواجهة 1 ضد 1 1 to 1، لكن شو سوى فيها كريم أديمي؟ ارتبك. أنا ضد ريال مدريد وضد كورتوا، حارس كبير، حارس قدم في نهائي 2022 أفضل أداء لحارس في تاريخ دوري الأبطال. شو هذا عملاق، شو أساوي؟ راح بده ياخذ الكرة على الشمال، وكارفاخال لحق به على السريع وخرج الكرة. ببروسيا دورتموند بالشوط الأول اللي هو ظهر بالشوط الأول، ريال مدريد بالشوط الأول لم يظهر أبدا. احنا بالمباراة شفنا بالشوط الأول بروسيا دورتموند فقط، لكن لما انتهى الشوط الأول وبلشنا بالشوط الثاني الكل كان يعني تماما انه هيجان ريال مدريد قادم لا محالة. بعد المباراة خرج كارفاخال بتصريح، سألوه انه ليش هيك أداءكم كان؟ قال له بالشوط الأول احنا كنا سيئين، حتى انه بالشوط الأول لم نستحق حتى التعادل. تخيل كارفاخال قاعد على لسانه بيحكي انه لم نستحق حتى التعادل بالشوط الأول. سألوا كارلو أنشيلوتي قالوا له أنتم بالشوط الأول كنت تعاني؟ قال نعم أنا لا أنكر ذلك، كنا نعاني بالشوط الأول من المرتدات وبالشوط الثاني حللنا الأمر. نعم يا حبيب أمك، حللنا الأمر خلاص هيك. بالشوط الأول كان في مشكلة بالشوط الثاني حللنا الأمر، بس هيك بكل بساطة. يا رجل لو المباراة كانت ضد جوارديولا، كان جوارديولا في غرفة تبديل الملابس روح حط وهان زيد حط باص اكس مثلث مربع ار2 مش ار2 ال1 كارلو انشيلوتي لا في مشكلة حللنا المشكلة. شو هالبرود اللي عندك؟ أنا مش فاهم. هذا البرود حتى موجود عند لاعبين، هذا البرود تسلل لاعبين ريال مدريد إنه خلص ما احنا يا اخوان ليش قاعدين أعصابكم؟ المباراة إلنا يعني إلنا اللقب إلنا راح إلنا، بس أنتوا اصبروا شوي، اصبروا. إن في العجلة الندامة، هيك لاعبين ريال مدريد إن في العجلة الندامة، الفوز راح يجينا ليش مستعجلين؟ بلش الشوط الثاني، مع بداية الشوط الثاني بروسيا دورتموند كان لسه عنده شوية رغبة، إلا إنه ريال مدريد بلش يدخل بأجواء المباراة. خلاص بلش يهدد بروسيا دورتموند عن طريق ركنية، عن طريق ضربة من لعب مفتوح مرة مرتين ثلاث. قال لك مدرب دورتموند خلاص ريال مدريد بلش يشتغل، أنا بدي أصف للدفاع شوي. مين خرج؟ كريم أديمي. طب أنت خرجت كريم أديمي، أنت عارف حالك إنه سانشو غير فعال بسبب إنه إدوارد مندي بيقدم أفضل أداء حاليا. مندي بيقدم أداء رائع، أفضل مدافع في ريال مدريد كان في المباراة، إذا ما كان من أفضل المدافعين إذا ما كان أفضلهم. فما في حل عندك غير كريم أديمي، بتروح بتخرجه، فأنت ريحت كارفاخال على الآخر. بعد ما خرجت كريم أديمي ودخلت ماركو رويس، ريال مدريد يسجل هدفان. قلنا لك اللي بتضيع بيقبل يا بروسيا دورتموند. بالنسبة للهدف الثاني ريال مدريد اللي أتى عن طريق خطأ من لاعبين بروسيا دورتموند، يا أخي شو قصة لاعبين ريال مدريد أو شو قصة ريال مدريد مع الأخطاء اللي بتظهر من الخصوم في دوري أبطال أوروبا. 2018 من الحارس ليفربول، هاي الموسم من 2000 من أيضا لاعيبة بروسيا دورتموند. ايضا كانت تظهر اخطاء من لاعبي بايرن ميونخ، تتذكروا الحارس اورليخ امام كريم بنزيما. يا اخي شو القصه؟ لكن شو سبب هاي الاخطاء؟ الرهبه من اسم ريال مدريد، انه خلص ريال مدريد لما يسجل عليك جول ويدخل في المباراه يدخل في الجو ويبلش يهدد مره ومرتين ثلاث، اللاعبين بيصير عندهم رهبه من اسم ريال مدريد، لذلك تظهر هذه الاخطاء. وبالتالي بنقول ألف مبروك لجماهير ريال مدريد في جميع أنحاء العالم بتحقيق 15. ولكن قبل ما أقول لك 15 طبعا بنقول هارد لك لجماهير دورتموند، قدمتوا مباراة ممتازة، لكن أنت واجهت ريال مدريد زعيم البطولة. بالنسبة لريال مدريد يصبح أول نادي في التاريخ يشارك في 7 بطولات قارية أو 7 بطولات رسمية الموسم القادم. كيف 7 بطولات؟ السوبر الإسباني، الدوري الإسباني، كأس الملك الإسباني، هاي 3 بطولات محلية، دوري أبطال أوروبا، السوبر الأوروبي كونه فائز دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، كأس العالم للأندية بحلته الجديدة الموسم القادم، وأيضا كأس القارات اللي راح يلعب إن شاء الله قبل انطلاقة الموسم الجديد اللي هو الانتركونتيننتال. وبالتالي أول نادي يشارك في 7 بطولات رسمية نادي ريال مدريد. محقق هذا الموسم 3 بطولات، أبطال سوبر ودوري إسباني، والموسم القادم راح يشارك في 7. لا وخذ لك الداهية هاي،
ريال مدريد صرحت او سربت صحيفه ليكيب انه ريال مدريد راح يعلن عن صفقه كيليان امبابي يوم الاثنين اللي هو هذا اليوم، راح تشوفوا فيه هذا الفيديو ان شاء الله. انا حكيت لكثير، كل واحد بشوفه بقول لي عن كيليان امبابي، قلت له بعد نهائي الابطال سوف يتم الاعلان عن صفقه كيليان امبابي، قلت لهم بالتحديد هذا الاسبوع سيتم الاعلان عن صفقه كيليان امبابي، لكن انا حطيت وقت وقلت اما من يوم الثلاث ليوم الخميس، هاي الفترة راح يتم فيها الإعلان عن صفقة كيليان امبابي، لكن هاي الصحيفة بتقول لك إنه يوم الاثنين راح يتم الإعلان عن صفقة كيليان امبابي. خلينا نشوف هل سيتم الإعلان اليوم ولا في تلك الفترة اللي أنا حددتها. خلينا نشوف. لذلك التوقيت أستودعكم الله. انزل تحت اشترك بالقناة لتنضم لعائلة الكباتن العظماء، فعل زر الجرس عشان يصلك شعار كل فيديو جديد، واضغط زر اللايك عشان ينتشر هذا الفيديو لأكبر عدد مشاهدين ونزيد عائلة الكباتن العظماء. سلام عليكم. قبل النهاية ادعوا لإخواننا في غزة، اللهم انصرهم، اللهم تقبل شهدائهم، اربط قلوبهم على دينك بإذن الله. السلام عليكم.